السلام عليكم حبايبي، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايبت لكم وصفة جديدة للورق العنب بدون مي معجون الطماطم أو مع البندورة حسب ما شو بتقولوا له. هلا هون رح نجهز حبايبي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والكبس على زر الإعجاب، واتركولي بالتعليقات شو رأيكم بالفيديو وشو حابين كمان أعملكم أكلات. هون عم نجهز للأسفل الجدر مشان نحط الورق العنب وما تحترق من تحت، وكمان بتعطيها نكهة كتير طيبة، نكهة الخضار البندورة والثوم واللحم. أنا غليته بالأول، وبعدها حطيت المرق على جنب مشان نحط فرغة بعدين على الورق العنب. وهلا عنا الرز غسلته بس ما نقعته، وعنا البقدونس والثوم المفروم راح نفرغه كامل. وهون عنا الفلفل الأسود والبابريكا والنعناع والملح. ما راح أزود أي توابل لأنه بتنزع طعمة الورق العنب. الورق العنب ما بده كتير توابل لأنه بضيع الطعمة. وطبعا حطينا الزيت أكيد مشان ما تعجن معنا الرز. وراح نخلط بس هالمكونات، وجربوها عن جد الطريقة كتير طيبة. هون السر لما تاكلوا بالمطاعم وتاكلوا بالبيت مو مثل بعض. الورق العنب ما بدها مي بندورة، بتنزع طعمتها. وحتى التوابل، السبع بهارات، التوابل المشكلة أبدا لا تحطوا مع الورق العنب، خاصة الماجي. وهلا هيك عنا جاهز، ويلا نبلش. راح ألف معكم ورق العنب بدون كيس وبدون ماكينة بطريقة سهلة كتير. شوفوا بأسهل طريقة، يعني ما بدها تعب ولا شي. بتحطوا كمية وسط، لا تحطوا تكتروا لأنه ما نقعنا الرز. وهلا شوفوا بهالسهولة عم لف الورق العنب، وما بدها هالصعوبة وبتكملوا كل الكمية هيك. وما بتفرق الورقة إذا كانت كبيرة أو صغيرة، بتلفوها هيك بكل سهولة. بتجيبوا الطراف وبعدين بتلفوها. شوفوا حبايبي كيف طالع المنظر. وهلا هيك شوفوا بكل سهولة. وهيك بهالطريقة شوف كل ورقة شكل وكل نفس الشي بكل سهولة. بتعملوها هيك، ما بدها كتير هالتعقيد اللي عم نشوف فيها بالكياس، واللي تعملوه بالقلم، واللي تعملوه بالماكينة. ما بدها هيك، كمان سريع، يعني ب5 دقايق بتخلصيون. وهلا هيك تقريبا خلصت نص الكمية. حبايبي ايش اسئلة تخطر على بالكم اكتبولي بالتعليقات، وان شاء الله رح جاوبكم. وهيك عم نحط الكمية فوق الخضروات واللحم اللي حطيناه. طبعا فيكن تحطوا اللحم الأحمر، هو أطيب من لحم الفروج، بس أنا كان هذا موجود عندي. وخاصة إذا كان عندكن ليه كمان تحت الورق العنب كتير طيبة. أما اللحم الأحمر ما بده غلي لأنه ما فيه ريحة الزنقة، أما الفروج فيه ريحة الزنقة، لهيك يفضل إنه تنغلى وبعدين تنحط تحت الورق العنب مشان ما تدخل ريحة الفروج تفوت الزناخة بالورق العنب. ونفرغ المرقة وهلا هون خلصت الكمية. حطيت فوقه الدهنة لأنه ما كان عندي ليا، وهالمرقة الدجاج. وهاي الرز كان ضل عندي شوي غسلته، وهالمي الرز راح فضيها فوق الورق العنب مشان الطعم. وهلا هون لساته على الغاز ولسه مو مستوي كامل. وهلا هيك جاهزة، وألف عافية. إن شاء الله تكون عجبكم الأكلة. شوفوا المنظر، شوفوا اللون محافظ على لونه الأصفر، ما صار أسود ولا أي شي. وإن شاء الله تكون عجبكم.
ولا تنسوا اكتبوا لي تعليق والإعجاب على الفيديو، وباي باي.